السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. نبدأ يوم جديد وكلنا كده تفاؤل ونشاط، تفاؤل وامل ان اللي جاي احسن. نبدأ يوم جديد بالاستغفار وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله اجمعين. حبيت النهاردة أشارككم روتيني الأسبوعي في تنظيف الريسبشن، ويومنا النهاردة خفيف خالص. أتمنى بقى أنكم تتشجعوا كده منه وتاخدوا منه أفكار جديدة، وبعد ما تشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة تقوموا تخلصوا أي حاجة انتوا سايبينها وراكوا، أي حاجة عايزة تتعمل، أي حاجة عايزة تتنضف. يلا تشجعوا بقى معايا كده وما تكسلوش خالص، وقوموا خلصوا الحاجات اللي عندكم. وبعد كده بقى اقعدوا، يعني انا عارفه ان في ناس كتير بتشوفني، ممكن واحده تكون لسه صاحيه من النوم، واحده لسه مكسله، واحده لسه ما خططتش ان هي هتعمل ايه النهارده. عايزه اقول لكم ما تفكروش، اي حاجه انتوا شايفينها قدامكم تتعمل وانتوا قادرين انكم تخلصوها خلصوا. ما تقوليش بقى ان هبقى اعملها كمان شويه، طب ساعه، طب ما اعرفش ايه. لا، يعني انتي كل ما هتسوفي في الحاجه اللي انتي عايزه تعمليها، كل ما هتلاقي اليوم ضاع منك وانتي ما انجزتيش فيه اي حاجه. فبجد لو عايزه تخلصي مثلا اي حاجه في يومك، مثلا شايفه اوضه الاطفال مكركبه وعايزه تدخلي تعمليها، ادخلي دلوقتي، ما تقوليش هعملها كمان شويه، لان كمان شويه دي اليوم هيضيع منك وما تعرفيش. برضو ممكن يجيلك ضيوف، ممكن يعني اي حاجه تحصل، تضطري انك تسيبي الحاجه اللي عندك وتاجليها ليوم تاني، وبدل ما الحاجه كانت كبيرها تخلص في ساعه ساعتين هتاخد منك ايام عقبال ما تخلص. فيلا كده يا حبيبه قلبي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ما تكسليش ابدا، وقومي شوفي بيتك ايه اللي ناقصه، قومي شوفي ايه اللي عايز يتعمل في بيتك، خلصيه بجد، ما تاجليش اي حاجه. ولو حسيتي انك هتبداي تقولي لنفسك لا كمان شويه، لا كمان ساعه، بصي وقفي نفسك وقولي انا مش هفكر، وابدأي في الحاجة اللي انت عايزة تعمليها على طول من غير تفكير. وصدقيني كده اول ما تبدأي هتلاقي حاجة جرت التانية، وهتلاقي كل الشغل اللي انت كنت مفكراه ياخد مجهود وياخد ساعات ما خدش منك اي وقت. بس هي المشكلة او الصعوبة في البداية نفسها. وحاولي انك تحفزي نفسك بايه، انك تفكري مثلا الشكل في الاخر هيبقى عامل ازاي، او تتخيلي مثلا انت عايزة توصلي لايه من تنظيفك للمكان ده. فحفزي نفسك بالطريقة دي، وحاولي انك تعملي لنفسك مكافأة في الاخر. ازاي يعني مكافأة؟ قولي مثلا انا لو خلصت المكان ده في الوقت مثلا ساعتين او 3 ساعات، زي ما هتحدديها لنفسك وزي ما انتي عارفة الشغل ده بياخد منك وقت قد ايه، تقولي ده انا مثلا هقعد بعدها اتفرج على التلفزيون ساعة، او هعمل لي مثلا فشار، واعمل لي مثلا اي حاجة بتحبيها، اي مشروب بتحبيه، وتبدأي بقى انك تكافئي نفسك على المجهود اللي انتي عملتيه. الحاجات دي كلها هتشجعك وهتخليكي تقومي. برضو ما تفكريش تفكير سلبي، ما تفضليش تحبطي في نفسك وتقولي يا ده انا مش هخلص، ده انا لو قعدت انضف في الحاجة دي يومين مش هتنضف. ما تفكريش بالاسلوب ده، فكري تفكير ايجابي. طب خلاص انتي بدأتي وبدأتي انك تنضفي والكلام ده كله، حاولي تبعدي عن التليفون نهائي. لو مثلا قلتي ده انا هفتح الفيس هشوف بس حاجة، هتلاقي ان ساعة ساعتين ضاعوا وانتي مش حاسة، او هتلاقيكي قعدتي وكسلتي بقى وهتضطري انك تشجعي نفسك من اول وجديد وتحفزي نفسك عشان تقومي تاني. فحاولي على قد ما تقدري اول ما تبدأي تشتغلي ابعدي خالص عن التليفون. وعلى فكرة الكلام اللي انا بقوله ده مش للتنظيف بس ومش للشقة بس، انتي تقدري تقولي لاولادك كمان وهم بيذاكروا وهم داخلين على امتحانات، خاصة يعني ان هم داخلين على امتحانات وعايزين يركزوا في مذاكرتهم. برضو قولي لهم ان هم مجرد ان هم يبدأوا، بس ان البداية بتكون صعبة، بس يضغطوا على نفسهم ويشجعوا نفسهم ان هم يبدأوا، ويحاولوا طول ما هم شغالين او محددين لنفسهم الفترة اللي هيذاكروا فيها يبعدوا نهائي عن التليفون. وهفضل بقى افكركم لحد ما تحفظوها، انكم لو مستصعبين شغل البيت او مستصعبين اي حاجة معينة تعملوها، ما تنسوش تقولوا قبل النوم سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 34 مرة. وطول ما انتوا شغالين ما تنسوش تقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، وما تنسوش تقولوا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بصوا بجد لما هتعملوا كده وهتقولوا الأذكار دي هتحسوا كده بتغيير في حياتكم، هتحسوا ان ربنا فعلا بيرزقكم ببركة في الوقت، بصحة
فعلا ربنا بيديكوا الصحة انكوا تعملوا اي حاجة انتوا ناويين تعملوها او مستصعبينها. بتلاقوا الحاجة اللي انتوا داخلين عليها ومستصعبينها دي بقت فعلا سهلة. وربنا يعينك على حياتك ويعينك على مسؤولياتك ويديك الصحة ويقويكي وتخلصي وتنجزي اي حاجة عايزة تعمليها، ويبعد عنك الشيطان الرجيم ويبعد عنك وسواسه ويبعد عنك الكسل والحزن والهم. وما تنسيش دايما تدعي وتقولي اللهم يا رب العالمين إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. وبرضو من الحاجات الكويسة قوي اللي لو عملتيها هتلاقي نفسك بتقومي كده على الحاجة لوحدك من غير ما تفكري، انك تثبتي لنفسك عادات معينة في التنظيف او ايام معينة هي دي يكون فيها تنظيف الشقة. زي مثلا انك تاخدي الشقة كلها تنضفيها كويس يوم الخميس علشان تصبحي يوم الجمعة يوم اجازة، تدي لنفسك بقى اجازة تحضري لقمة خفيفة تخرجي تتفسحي، فيوم الخميس هتشتغلي فيه ويوم الجمعة تستريحي. فانتي كل يوم خميس هتبقي متعودة انك تروقي الشقة كلها واي حاجة في الشقة هتخلصيها قبل يوم الجمعة، واجباري عليكي يوم الخميس تخلصي علشان تستريحي يوم الجمعة. ديت في الاول هتكون صعبة، هيكون صعب عليكي انك تاخدي الشقة كلها او انك تكوني عاملة حسابك ان الشقة كلها بحذافيرها رايقة 100% يوم الخميس. بس بعد كده لما هتكرري الموضوع هتتعودي انك فعلا لازم يوم الخميس ده تشوفي تيجي بالليل يعني تشوفي الشقة كلها رايقة وما فيهاش اي حاجة علشان تصبحي يوم الجمعة ما عندكيش اي حاجة تعمليها. واحدة تانية ممكن تلاقي ان الموضوع ده صعب عليها او مثلا ان هي شغالة او عندها اولاد في امتحانات فصعب ان هي تاخد الشقة كلها مرة واحدة في يوم واحد. احنا طبعا مختلفين وكل واحدة ليها طاقتها وصحتها وظروفها. طب هتعمل ايه؟ دي بقى تعمل لنفسها جدول اسبوعي. يعني ايه جدول اسبوعي؟ يعني مثلا احنا يوم الجمعة خارجين من اجازة، فيوم السبت انا هلم اي حاجة مطرح ما الاولاد بهدلوها في الاجازة، هشوف مثلا لو الاولاد رامين ورق مقطعين ورق رامين لعبهم في اي حتة، هلم كل الحاجات دي وهنضف الشقة كده من على الوش تنظيفة بس ان الحاجة تكون كل حاجة في مكانها وكل حاجة منظمة ومريحة للعين وخلاص. ممكن تاني يوم تدي لنفسها اجازة، تيجي يوم الاثنين بقى وتبدأ ان هي تشيل السجاد اللي هو السالك سهل ان هو يتشال يعني زي المشايات، اي حاجة سهلة ان هي تشيلها تروح شايلاها كده ومسحة تحتها. وهكذا ان هي تبدأ طول الاسبوع تتدرج يعني حاجة في حاجة لحد ما توصل برضو ليوم الخميس ان هي الشقة تكون عندها نظيفة خالص. فالحاجات دي لما هتعمليها عادة عندك وان كل اسبوع تبدأي تكرري العادات دي في التنظيف هتلاقي نفسك تلقائي في يوم مثلا الخميس قمتي علشان تروقي دماغك كده متبرمجة ان النهاردة يوم التنظيف، فهقوم من غير كسل ومن غير ما ابدأ ان انا افكر وعافر مع نفسي. ممكن تعملوا لنفسكم برضو عادات يومية. ازاي؟ يعني مثلا انكم تكونوا عاملين في حسابكم انكم ما تناموش، ما ينفعش ان عينيكم دي تغمض من غير ما المطبخ يكون متشطب او كل المواعين اللي في الحوض تكون مغسولة ومتشطبة. طيب ممكن عادات تانية انك ما ينفعش تنامي غير والصالة مثلا مطرح ما اولادك كانوا قاعدين تشفطي كده السجادة مطرح ما كانوا قاعدين وتلمي اللعب بتاعتهم وتلمي اي كركبة كانت في الصالة قبل ما تدخلي تنامي. برضو لو انتي شغالة يعني لو انتي ست بتشتغلي وبتصحي الصبح تروحي شغلك، حاولي برضو انك تصحي قبل شغلك بساعتين وتدخلي المطبخ وتشوفي لو في مواعين من بالليل عايزة تتغسل او الصلاة عايزة تترتب كده سريعا قبل ما تلبسي وتروحي شغلك. انا حاولت طبعا اضرب لكم امثلة، بس انا عارفة ان في ناس ممكن تكون ظروفها مختلفة خالص عن اللي انا بحكيه ده، بس يعني حاولي تاخدي اللي يتماشى معاكي. وزي ما بقولك الفكرة العامة انك تعملي لنفسك زي عادات في التنظيف. بصوا بجد العادات دي في الاول زي ما بقولكوا بتبقى صعبة، بس بعد كده بتلاقوا نفسكم بتعملوها بصورة تلقائية كده ومن غير بقى ما تفكروا كتير هتعملوا ايه النهاردة. ده كان يومي النهاردة، اتمنى يكون خفيف كده على قلوبكم، وبجد كل كلمة قلتها طالعة من قلبي وهدفي منها ان انا بجد افيدكم وان احنا نتشجع كده ببعض. النهارده يومي كان خفيف خالص، ما كانش فيه حاجات كتير اعملها عندي في الشقه، فعلشان كده بقى خدت الريسبشن ونضفته زي ما شفتوا معايا
ونزلت بعد كده رحت عند ماما. استنوا بقى الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول ان شاء الله، هشارككم يومي كان عند ماما ماشي ازاي. خلص يومنا مع بعض النهارده. ما تنسيش بقى قبل ما تقفلي الفيديو تعملي اللايك بتاعي، وتسيبيلي تعليق كده حلو منك، من اللي بيشجعني وبيخليني كده حابه ان انا اكمل معاكم وانزل لكم فيديوهات على طول. ولو اول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، يلا اشتركي في قناتي ونوريني وشرفيني وانضمي كده لعيلتنا. وما تنسيش تفعلي الجرس وتسيبيلي تعليق انك اشتركتي جديد علشان ادخل ارحب انا بيكي. برد على كل التعليقات اللي بتجيلي، وبفرح جدا بتعليقاتكم ليا، وشكرا لاي حد قال لي كلمة حلوة او دعالي دعوة حلوة. ربنا يجازيكم كل خير ولكم بالمثل ان شاء الله. وفي الختام وخير ما نختم به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بألف خير، مع السلامة.